يلا يا جماعة النهاردة هنعمل الحواوشي، هنشوف العجينة وكمان الخلطة بتاعته وطريقة التسوية هنسويه ازاي بمنتهى السهولة. العجينة بتاعة الحواوشي عبارة عن كيلو دقيق عليه ذرة ملح وشوية مية دافية، وأساسي طبعا الخميرة الفورية. بتحطي كل المكونات الجافة مع بعض وبتبدأي تعجني بشوية مية دافية وتسيبيها لحد ما تخمر وحجمها يزيد. بعد كده هتجيبيها وتقطعيها بقى لقطع متساوية زي ما انت شايفة كده. كيلو الدقيق عمل لي حوالي 12 قطعة من القطعة اللي انت شايفاها دي، علشان احنا هنعمله زوجي، يعني هنحط كل قطعتين فوق بعض وسيبيها ترتاح شوية عشان تسهل علينا الفرد. بالنسبة لخلطة الحواوشي، الخلطة دي بجد ريحتها كانت تحفة. هتجيبي كيلو من اللحمه المفروم او حسب ما انت عايزه، المهم ان اللحمه زي ما انت شايفاها كده مفرومه وش واحد بس. هتجيبي كمان يا ستي 4 بصلات، البصل يكون وسط، اما لو البصل كبير يبقى هتحطي 3 بصلات بس، ما تكتريش من البصل. وبعد كده هتجيبي طماطم، بالنسبه للطماطم انا عايزاها طماطميتين بس. هتقطعي الطماطم، تاخدي اللحمه بتاعها وتشيلي القلب، يعني مش هنستخدم القلب بتاع الطماطم. هاتي الكبه وحطي الطماطم ومعاها البصل، وكمان لو بتحبي الحامي حطي قرن فلفل حامي، وهتبداي تضربيهم في الكبه. بعد ما ضربتي الطماطم والبصل هننزل باللحمه المفرومه عليهم، وهنحط ملح وفلفل كفايه قوي كده من البهارات، وهنضربهم مره تاني في الكبه. لو اخدت بالكم اللحمه ما كانتش سمينه قوي، علشان كده انا هحط معلقه واحده من الزبده الصفراء اللي هي الفلاحي او السمنه البلدي، بتودي الطعم في حته تانية. لكن اللحمه المفرومه لو كانت ملبسه يعني سمينه بلاش تحطي معلقه السمنه. احنا عملنا الخلطه وكمان معانا العجينه ارتاحت، يلا بقى بينا نشتغل ونشوف طريقه التسويه ازاي. هتحطي شويه دقيق كده على الارضيه وتبداي تحطي قطعه العجين وهنفردها بالشكل ده، ما تفرديهاش قوي وهقولك ليه دلوقتي. بعد ما خلاص هتبداي تفرديها كده بالفراده شويه، بس ما توسعيش الدايره قوي، يعني تخلي العجينه مش رقيقه. هنعمل واحده تانية علشان نحط الاتنين فوق بعض بالشكل اللي انت شايفاه كده. يلا بقى هاتي معلقه او معلقتين كبار من العجينه اللي احنا عاملينها، شايفين بتتفرد معانا؟ بجد يا جماعه الخلطه دي خطيره، عايزاكم تجربوها. ابداي حطي الطبقه التانية من العجين بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهنقفل بقى كويس علشان اللحمه المفرومه لما نيجي نسوي العيش ده ما تطلعش بره العجين بتاعنا. كمان مش هنكتفي بالشكل اللي انت شفتيه ده، احنا هنفرد بالفراده كده شويه علشان نضمن ان اللحمه اتوزعت في العيش كويس. بصي بقى طريقه التسويه خطيره وسهله جدا، ولا فرن ولا حاجه. هتجيبي طاسه تيفال وتحطي فيها نقطه زيت وعلى نار واطيه، بلاش نار عاليه عشان نضمن ان اللحمه تستوي كويس. اما تلاقي الوش لون وخد اللون الذهبي ده اقلبيه على الجنب التاني. شايفين يا جماعه بجد ريحته خطيره، عايزاكم تجربوه وبألف هنا.